كل سنة وانتم طيبين. السنة الجديدة جت، ودي فرصة كبيرة جدا انك تبدأ من الأول وجديد. لو كنت حاسس انك ضيعت وقت أو ما حققتش اللي نفسك فيه، فدي فرصة كبيرة جدا انك تبدأ من جديد. مفيش داعي للندم، الحياة ما بتقفش على كده، والحياة ما بتقفش عند لحظة فشل، واللي جاي دايما خير، واللي جاي دايما أفضل. لو انت قررت انك تتغير، لو انت قررت، أول حاجة تعرفها ان التغيير بيجي منك انت، مفيش حد هيغيرك. لو قررت انك تتغير فدور جواك. لو الدنيا كلها قعدت تنصحك وتقول اعمل كذا وما تعملش كذا، وانت من جواك مش عايز تتغير، هتتغير ازاي؟ التغيير مش دايما سهل، لكن بيكون ليه طعم مختلف. الفرصة جات لك اهي، ابدأ باب من جديد، وسيب الماضي بقى بالحلو بالوحش بتاعه. خلي عندك ثقة بنفسك، وخلي عندك يقين ومؤمن انك هتوصل وهتغير حياتك. خلي عندك ايمان قوي بنفسك. لو ما كنتش مؤمن بقدراتك على التغيير، مش هتقدر تحقق اي حاجة. اتعلم من الماضي، بس ما تخليش يأسك او اخطائك توقفك. الحياة مش معركة بتكسب فيها كل حاجة، لكن فيها دروس وتجارب، وانك تتعلم. وزي ما اتفقنا ان التغيير لازم يطلع منك انت، انك تبقى شخص كويس. واكيد التغيير مش هيجي غير بالصلاة. لو قررت انك تتغير، فاول حاجة انك تبدأ بيها هي الصلاة، انك تصلح علاقتك مع ربنا. زي ما انت بتسعى انك ترضي الناس ازاي، اسعى برضو انك ترضي ربنا. مفيش حد هيخاف عليك قده، ومفيش حد هيغيرك غيره، ومفيش حد هينجحك في حياتك غير ربنا. من الاخر حياتك كلها بايد ربنا، فانت ليه ما بتسعاش انك تديله حقه وانك ترضيه؟ كلنا بنغلط وساعات بنقطع في الصلاة، بس احنا بنسعى ان احنا نبقى كويسين. الصلاة هي السر اللي هيخليك تبقى شخص مختلف وشخص قوي. خلي الصلاة دي تبقى من أولوياتك ومن أهدافك الأولى، سبحان الله هتلاقي نفسك موفق، وموفق في أي حاجة بتدخلها، وعندك قبول في كل حاجة. فما تنساش الصلاة. تاني حاجة، لو كنت عايز تتغير، شوف أهدافك إيه في السنة الجديدة. يعني لازم تحط أهداف تمشي عليها. هتقولي طب أنا ما عنديش أهداف، أو أنا مش مستعد. أنت لسه هتقولي مش مستعد؟ قوم يلا يا وحش، قوم يلا، خليك شخص طموح وعندك حلم واسعى. طب انت هتقولي ممكن تساعدني احط اهداف ازاي؟ تعالى. اول حاجه تركز عليها صحتك. انزل الجيم، اتغير، غير من شكلك ومن عقليتك ومن تفكيرك. السنه الجديده فرصه حلوه عشان تبدا تهتم بصلاتك وبصحتك وبجسمك. لو انت ما بتحبش الجيم، انت ممكن تنزل تمشي او تركب عجل، او ممكن تمارس رياضة انت بتحبها زي الكيك بوكس او سكواش او اي حاجة، او اي رياضة انت بتحبها. وغير كده ممكن تتمرن في البيت. فملكش حجة في اي حاجة وملكش اعذار. السنة الجديدة دايما بتكون فرصة انك تبدأ صفحة جديدة مع نفسك، لكن ده مش معناه ان كل حاجة لازم تكون جادة. لازم يكون عندنا وقت نستمتع فيه بالحياة ونفرح باللحظات البسيطة. لو خليت حياتك كلها مليانة شغل وضغوطات، هتتفاجئ إنك فقدت متعة الحياة. علشان كده لازم نعرف إن الحياة مش كلها ضغوطات ومسؤوليات. لازم ندي لنفسنا راحة. ثقف نفسك كل يوم، هي نصيحة بسيطة لكن قوية جدا، لأنها بتعني إنك لازم تكون دايما في حالة تعلم وتطور من نفسك، وإنك تطور مستمر. الحياة مش ثابتة، وكل يوم بيحمل فرص جديدة. لو خليت التعلم جزء من حياتك اليومية، هتلاقي نفسك دايما بتتطور وبتكسب مهارات جديدة. مش بقول إنك تتعلم اللي هو إنك تبدأ بالحاجات المعقدة، إنك ما تفتحش نفسك إنك تتعلم، زي القراءة أو سماع بودكاست في موضوع يهمك، أو في موضوع أنت بتحبه. ممكن كمان تتعلم حاجة جديدة على الإنترنت، زي الكورسات الصغيرة، إنك تتعلم كورس إنجليش، أو تتعلم حاجات في البرمجة أو أي مجال أنت بتحبه، زي المونتاج، سي شارب أو سي بلس بلس، أو أي حاجة أنت بتحبها. التعلم مش بيكون بس من خلال الكتب أو الإنترنت، لكن ممكن كمان من خلال التفاعل مع الناس. اسأل وتعلم، مش عيب انك تسأل. خلي عندك فضول انك تسأل عن كل حاجة وتفهم اكتر وتفهم كل حاجة. في النهاية، التعلم المستمر وانك تثقف نفسك في حاجة بتحبها، هو انك بتخليك شخص واعي اكتر ومثقف. تاني حاجة، علاقاتك الاجتماعية. هي جزء مهم جدا، بس لازم نفهم ان علاقاتك الاجتماعية مش بس عن عدد الناس اللي في حياتك، لكن كمان من نوعية العلاقات دي. العلاقات الصحية أو العلاقات الكويسة
بتكون مبنية على الثقة والاحترام المتبادل. لو علاقاتك دي كويسة هتلاقي إنك مرتاح أكتر معاهم، ولو في مشكلة أو في أي حاجة بتعرفوا تحلوها مع بعض. الخلاصة من كلامي قبل ما أنقل على النقطة التانية، إنك لازم تختار صح. اختار الصاحب اللي بيحبك بجد، مش اللي هو يعني صاحبك عشان غرض مصلحة. تخيل كده انت لو مصاحب ناس بتصلي وناس ناجحة في شغلها وناس بتسعى انك تكون افضل، تخيل كده انت لو اختلطت بالناس دي، انت كان نفسك هتبقى ازاي؟ هتبقى ماشي ماشي مش كويس، ولا هتبقى بتسعى زيهم وتبقى شخص ناجح زيهم؟ حتى يا سيدي لو وقعت، هما من نفسهم هيقولك احنا واثقين فيك، انت هتنجح المرة الجاية. صاحبك اللي بيشدك على الصلاة، صاحبك اللي بيشدك بيقول لك يلا روح نتمرن، لا انا مكسل النهارده، لا هننزل النهارده ونتمرن. هم دول الصحاب اللي بجد. فدور على النقطه دي. اخر حاجه ودي هنختم بيها، هو انك ما تيأس. في البدايه لازم نفهم ان الحياه مش دايما هتكون زي ما احنا عايزين. اوقات بنواجه حاجات صعبه، واوقات يعني بيجي علينا فترات بيبقى مش قادرين نكمل ومش قادرين نمشي. لكن في اللحظات دي بالذات انك لازم تذكر نفسك انك اليأس ده مش هيفيد بحاجه، او انك تقعد مكانك كده خلاص يا جماعة أنا مش هكمل، دي في حد ذاتها لا، وحش. خليك عارف إن اليأس مش حل. كل مشكلة وليها حل، وكل تحدي ليها طريقة للتعامل. لو استسلمنا لليأس هنبقى ضحية، أو ضيعنا طريق طويل كنا نمشي، أو حلم كبير كنا نوصل له. الناس الكتير اللي نجحت دي أكيد مروا بكده، وأكيد مروا بيأس، وأكيد مروا بإحباط. بس الفرق بينهم وبيننا إيه؟ إنهم ما استسلموش. من الحاجات اللي بتهون على الواحد أو تساعده إنها تتخطى المرحلة دي، ان مش كل حاجه دايما، يعني اليأس مش دايم، الاحباط مش دايم، كل حاجه فترات وبتمشي. لكن يعني ما تستسلمش نفسك في الحته دي. واخيرا احنا مش في سباق، كل واحد فينا ليه وقت للنجاح بتاعه. يمكن ربنا ما اذنش، بس اهم حاجه انك ما تيأس. الاستمرار رغم كل شيء، دي في حد ذاته انك بطل. ما تنساش تصلي على النبي. اشوفكم في فيديو جديد.